الجزء اللي بعد كده الخاص بالتكنولوجيا والتشتت. اول نصيحه: خلي التليفون بعيد عنك. انت بتشتغل موبايلك صامت. اي حد بيشتغل في مجالنا يا جماعه معروفه موبايله صامت. ما بنعرفش رنة موبايله، ولا عمره فكر ان هو يعمل زي الناس وان يكون عنده رنة تليفون. ممكن هو بيشتري التليفون وهو اصلا مش مدرك الرنه بتاعت التليفون عامله ازاي. خلي الموبايل بعيد عنك بحيث ان انت قاعد شغال الموبايل بتاعك مش بيشتت. يبقى 42: اقفل موبايلك خالص. خلي في اوقات معينه الناس ما تقدرش توصل لك. انا عارف ان الموضوع ده بيزعج العملاء بتوعي، سواء موضوع الرسائل او موضوع الموبايل، ولكن في وقت معين انا ببقى قافل فيه تليفوني ومش برد فيه على الرسائل، عشان انا قاعد بريح دماغي من المشتتات اللي حواليا ومن الضغوط اللي حواليا. لان انا مش بس واحد بيقدم خدمات لعملاء، انا عندي حياة تاني وعندي حوارات وافلامات تاني. عندي بيت وعندي اسره وعندي جيران وعندي عيله وعندي اصحاب وعندي بطور من نفسي وعندي كورسات بذاكرها وعندي كتب بقراها وعندي مشاكل في الحياة بحاول أحل فيها، وعندي جسم بحاول إن أنا أحسن منه وبمرض وبحاول إن أنا أحسن من صحتي. فالعملاء سامحوني في الجزء ده، لأن عارف الناس كتير بتشتكي من الحتة دي. ولكن نصيحة رقم 24: اقفل تليفونك. خلي وقت معين انت قافل فيه تليفونك بتريح دماغك، عشان يكون عندك طاقة ترجع للناس وتظهر للناس وتقدر ان انت تتواصل مع الناس تاني. انت لما ريحتش دماغك مش هتعرف تتواصل مع الناس بكفاءة. اقفل تليفونك وحاول ان انت في وقت معين ما تردش فيه على الرسائل. نصيحة رقم 43: موبايلك صامت من 8 ل 8. موبايلك صامت من 8 ل 8، من 8 بالليل ل 8 الصبح موبايلك صامت. دي حاجة أساسية. لو أنت موبايلك مش بتعمله صامت، اعمل موبايلك صامت من 8 ل 8. رايح مشوار مهم وهتقابل حد صاحبك ولا كذا كذا، خلاص موبايلك في ايدك وانت بتغيب وتبص على التليفون وبترجع ترن عليه. لكن مشتتات تجي لك من بره في الوقت اللي انت مستريح فيه بعد الشغل، ما ينفعش. موبايلك صامت. من نصيحة رقم 44: ابعد عن السوشيال ميديا. حاول قدر المستطاع ان انت تبعد عن السوشيال ميديا. نزل برنامج. في برنامج هو عندي على الموبايل بس انا مش فاكر اسمه، ولكن هو انت لو بحثت باي كود هتلاقيه. فكره البرنامج ان انت اول حاجه بتقدر تعطل الريلز. انا مش عايز الريلز تظهر. انا مش عايز الستوري تظهر. انا مش عايز لما سكرول يظهر لي حاجه على الوول. دي انا عاملها على اللابتوب ليا حوالي 3 سنين. اللابتوب بتاعي ما بيجيبش اي بوستات بتاعت اي حد واي صفحات ولا اي فيديوهات ولا اي حاجه. انا بحتاج ان انا اشوف المحتوى بتاعي، بفتح الصفحه بتاعتي باللينك بدخل. في ناس معينه متابعها حافظ اللينك بفتح اللينك. في صفحات معينه انا بديرها بدخل على اللينك بيطلع لي المحتوى بتاعها. لكن فكره ان انا الاقي محتوى بسكرول كده ويظهر لي محتوى مش موجوده. بشوف المحتوى ازاي؟ بشوفه من الموبايل ومش دايما يعني. هتلاقي معظم الناس اللي انا بكتب عندهم كومنت هم ناس ليها حوالي بتاع 3 4 سنين هم. ومش ما فيش ناس جديده مثلا بتظهر لي. فلاقي انا قافل على الموبايل وقافل على اللابتوب. من وقت للتاني بفتح مثلا التيك توك مثلا او اليوتيوب بحيث ان انا ايه اشوف مثلا حاجات جديده. لكن الفيسبوك اقفل. نصيحة رقم 45، ودي نصيحة صعبة جدا جدا، أنا بعاني في تطبيقها: بلاش تمسك موبايلك قبل ما تنام. حاول قدر المستطاع قبل ما تنام بساعة موبايلك يكون بعيد عنك، أنت مش قادر تمسكه. لكن للأسف يعني أنا بحاول ليه حوالي 4 سنين. أنا الموضوع اللي أنت كده ده ببحث فيه من حوالي 4 سنين. ليه حوالي 4 سنين مش قادر أطبق الحتة بتاعت ان انا ابعد عن الموبايل قبل ما أنام. النصيحه رقم 46: استخدم المنبه العادي بتاع زمان بدل من منبه الموبايل. هات المنبه العادي اللي كنا بنجيبه نظبطه زمان ده، حطه جنب السرير بتاعك وايه اصحى عليه. ولكن الافضل ان انت اصلا ما تصحاش على المنبه، ان انت تنام لحد ما تاخد كفايتك من النوم وتصحى. طب الناس اللي عندها شغل الصبح، اصحى على المنبه العادي، ما تصحاش على المنبه بتاع التليفون. خلي موبايلك بعيد. بعد ما تصحى المنبه العادي تبدا ان انت تشوف تبدا يومك ازاي. وبعد كده ما تفوق ابدا ان انت تبص على موبايلك، لكن ما تصحاش على المنبه هو اول حاجه تمسك عليها الموبايل. النصيحه رقم 47: اقفل التلفزيون وانت شغال.
والافضل خالص ان انت ما يكونش عندك تلفزيون في البيت. والحمد لله انا راجل ما عنديش تلفزيون في البيت، متجوز ليا 6 سنين، مقاطعه التلفزيون ليا حوالي 10 سنين. اقفل التلفزيون وانت شغال، او ما تخليش عندك تلفزيون في البيت. طب في ناس، انا كان معايا ناس في الثانويه العامه كانوا بيذاكروا قدام التلفزيون، وكانوا بيقولوا ان هم بيركزوا اكتر، وان هم بيبقوا يعني استيعابهم بيبقى اكتر وهم مشغلين التلفزيون. وانا ما كنتش مقتنع بالموضوع ده، والشاهد ان هم يعني ما دخلوش كليات قمه، او ما نجحوش النجاح اللي هو العملي، او اللي هو المادي في الحياه. ما نجحوش في النجاح العملي او المادي، وما زال التلفزيون موجود في حياتهم. فحاول ان انت تقلل التلفزيون في حياتك. دي النصيحه رقم 47. النصيحه رقم 48: دون الملاحظات بتاعتك بدل ما تخليها في دماغك. اي فكره، اي كومنت، اي ملاحظه، خلي عندك نوت زي دي. النوت دي انا عندي منها حوالي 4. الاربعه دول فيهم ال4 سنين اللي فاتوا. كل شهر انا بكتب اللي بيحصل معايا خلال الشهر ده. انا ذاكرت كورسات ايه، انا عملت ايه العملاء اللي دخلوا معايا جديد، ايه الانكم اللي دخل لي، ايه التاسكات اللي انا عملتها. اي حاجه مميزه مكتوبه هنا في النوت دي. النوت دي هي المفروض سنويه، ولكن انا بجيب نوت اللي هي مش ما فيهاش وقت، اللي هي ما فيهاش اليوم، يعني هي فري. زائد ان في نوت انا بجيبها من على النت وبطبعها، ودي اللي هي فيها الاسبوع في ورقه واحده. الاسبوع من 6 ل 10، من 6 الصبح ل 10 وقت كده، من 6 الصبح، 6 7 8 9 لحد 10 بالليل، بس ان انت تدي نفسك تاسك في اليوم ده. بيبقى الاسبوع كامل، بتحط من تحت المهام بتاعه الاسبوع بتاعتك، الانجازات اللي انت حققتها، وبعد كده التاسكات بتاعه الاسبوع دي. انا بطبعها من السنه للسنه، وقعدت اطبعها 3 سنين، والسنه دي ما طبعتهاش، واكتفيت بالنوت دي، لان الموضوع خلاص انا بيجي يعني زي ما تقول هو الطبع في دماغي. فبقيت انا بخطط الورقه بالشكل اللي انا اتعودت عليه. والنوت اللي انا بتكلم عنها دي كنت انا نزلت منها في سنه من السنين، نزلت منها اللي هو الشكل بتاع الورقه، بحيث ان الناس تقدر ان هي